سيارة أول مرة وتريد تعرف شو تسوي، تعال وياي أحكي لك على أهم النصائح اللي تحتاجها. أول شيء تفحص ضغط الإطارات. إخوان، من تجي السيارة الشركات المصنعة الضغط مالها راح تعطيه أكثر من 40، لأن هاي راح تظل تحميل تفريغ إلى أن تستلمها، فتفحص الإطارات. النصيحة الثانية، أول 300 كيلومتر تجنب التوقف المفاجئ، يعني هاي البريكات الفجائية، التوقفات المفاجئة. اول 800 ممنوع تسحب اي سياره، اول 800 كيلو متر اخويا ممنوع تسحب اي سياره. اول 1000 حاول تتجنب المشي بالمود الثابت، يعني السرعه تكون متغيره، ما تبقى بس تمشي بطيء، تغير المودات بالقياده. النصيحه الخامسه، السرعه مالتك لا تتجاوز الار بي ام، لا يعبر الاربعه تقريبا، اعتقد لا تعبر ال 120 اعتقد، واحنا هاي دائما طبعا النصيحه انطيها. الأخيرة، حاول تشغيل التدفئة والتبريد خلال أول 1000 حتى تبين عندك السيارة ويطلع يصير عملية ما تسمى بتليين السيارة. لحساب السيارات دائما وياكم، هاي نصائح كلش مهمة خصوصا للي يستلمون السيارات من عندنا، ونتمنى لكم السلامة للجميع.